التدخين حرام شرعا. التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة. خلاص الفيديو خلص، وما انت فاكر ايه يعني؟ خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ معظم اللي بيتكلم عن التدخين مش بيخرج بره النقطتين دول، بس يا ترى في حد بيتغير وفعلا بيبطل تدخين؟ للاسف بنسبة كبيرة لا، علشان محدش بيفكر اصلا ليه المدخن بيدخن. ما لو على الذنب ما كلنا بنعمل ذنوب وعارفين انها ذنوب، بس شيطاننا بيغلبنا. ولو على الصحة ما احنا اكلنا كله غير صحي، ايه الجديد يعني؟ فلو عاوز الناس فعلا تبطل تدخين لازم تعرف اصلا هما بيدخنوا ليه، ونحل المشكلة من جذورها. قبل ما نتكلم في النقطة دي خلينا نشوف الأول تاريخ التدخين ده إيه؟ جه منين؟ وإزاي تطور بالشكل ده؟ وإزاي إنه بقى حاجة عالمية كده؟ الوثائق بتقول إن أول ظهور للتبغ كان في الأمريكتين من آلاف السنين في الشعوب اللي سكنت هناك اللي هي الشعوب الأصلية الهنود الحمر، وكانوا بيدخنوه كراحة نفسية وكمان كطقوس دينية. وفي سنة 1492 مع اكتشاف كريستوفر كولومبوس ليها السكان الأصليين أهدوه النبات ده وهو ماشي، فالأسبان خدوا النبات ده وبدأوا فعلا يشربوه، وكانوا بيدخنوه في الغليون البتاع الطويل ده لو شفتوه في الصور قبل كده، وفي منهم كمان اللي كان بيحطه على النار ويشم الدخان اللي طالع منه. في خلال القرن ال16 بقى انتشر التبغ في اوروبا كلها، وبدا موضوع الشد والجذب في التدخين ده زي اي حاجه جديده، ناس بتعشقها وناس بتخاف منها وتعاديها. فكان عندك القساوسه اللي بيحرموا التدخين ده زي البابا قربان الثامن، وعلى الجانب الاخر في عالم سنه 1571 كان عمل دراسه بتقول ان التبغ والتدخين ده علاج لاكثر من 30 مرض. تقريبا الدكتور ده كان خرمان ومراته مش عايزاه يدخن في البيت. في العالم الاسلامي بقى وصل لنا التبغ ده سنه 1699، اختلف الناس حواليه حتى الفقهاء في اللي بيحللوا وفي اللي بيحرموا. بس العمل المعضل الاكبر في العالم الاسلامي هو ظهور الشيشه، لانها في الاصل نشاط جماعي، صعب قوي تلاقي حد بيحضر كل حاجه في الشيشه، لازم كذا حد يشترك فيها. ده غير اصلا ان قعده الشيشه بتحب المشاركه. مساء الخير. فناس قالت دي بتزود روابط المجتمع، وكمان دي بتعمق من قوه تلاحم المجتمع الاسلامي. المهم طول الفتره دي التدخين كان مقتصر على الناس الاغنياء فقط. سامع يا سكلي يلا عايش على علبه صاحبك، فما كانش منتشر قوي. امتى بقى الموضوع تطور وصل للعالميه؟ لما حصلت الحرب الاهليه الامريكيه. ساعتها الفيدراليين استلفوا فلوس من فرنسا بضمان محصول التبغ، فده دليل ان التبغ بقى مقياس للقيمه وحافظ قيمته كويس، وبدا يتاسس شركات للف السجاير. وفي سنه 1881 اسس الله يكحمه مطرح ما راح جيمس بوسناك اول آلة للف السجاير زي ما احنا عارفينها دلوقتي، وبقت شركات السجاير مبيعاتها طارت للسماء. يكفي ان اقول لك ان شركه بات الامريكيه اللي هي بريتش امريكان توباكو سجلت ايرادات لحد سنه 2015 اكتر من 13104 مليار دولار، يعني يقدروا يشتروا شقه ودمنهور مستريح. عايز اقول لك بقى في حاجه في الاقتصاد اسمها الاقتصاد القذر اللي بيستغل الاحداث المأساويه علشان يستفيد ماديا، وده اللي حصل مع السجاير في الحرب العالميه الاولى. شركات التبغ حبت تعمل دعايه ليها، فكانت بتوزع الجنود في الحرب ايه؟ اكل ولا فلوس؟ لا طبعا الحاجات دي مضره، كانوا بيوزعوا على الجنود سجاير. الراجل من دول ياخد له نفسين قبل ما يتكل. طبعا ده ساعد جدا في نشر السجاير. بعد الحرب دي شركات التبغ قالت انا مش عاجبني المبيعات دي، ازودها ازاي؟ مفيش غير المرأة، دي نص المجتمع، يبقى الستات لازم تشرب سجاير. عاوز اقول لك ان لحد الفترة دي كانت السجاير رمز للمرأة الباغية، يعني الواحدة اللي بتشرب سجاير دي بيقول عليها واحدة شمال، ودي مش عندنا بس، ده كان عند العالم كله. ففي العشرينات استغلوا فكرة سترونج اندبندنت وومن وقالوا للستات انتوا زي الرجالة بالظبط، زي من حقكم انكم تنتخبوا، من حقكم تشربوا سجاير. وبدأ فعلا يحصل حملات دعاية كبيرة جدا للستات عشان يشربوا سجاير، وبالفعل سنة 1935 قد تضاعف عدد الستات اللي بتشرب سجاير، وبدأ الشركات اللي بتنتج التبغ في التوحش والسيطرة لحد الحرب العالمية الثانية. بقت الإعاشة للجندي في الحرب العالمية الثانية عبارة عن إيه؟ أكل وسجاير. وفي سنة 1965 صدر قانون من أمريكا بإلزام شركات التبغ إنها تحط على علب السجاير إن هذا التدخين ربما يسبب أضرار. عاوز أقول لك إن دي كانت حرب شرسة بين شركات التبغ والمشرعين، كان أصحاب الشركات دي بيستميتوا في الدفاع عن التبغ مش مضر خالص بالصحة، لكن في النهاية منظمة الصحة العالمية انتصرت. وفي سنة 2003 ظهر الفيب لأول مرة، وفي سنة 2021 ظهر الأيكوس لأول مرة. ده ملخص تاريخ التدخين من ساعة ما ظهر لحد دلوقتي. السؤال المهم بقى دلوقتي، ليه الناس بتشرب سجاير اصلا؟ ايه اللي بيستفيدوه لما يشربوا سجاير؟ وهل هم بيشربوه ده طوعيه ولا حد جابرهم على كده؟ ركز معايا بقى عشان ده اهم جزء في الفيديو. انت تعرف ان اكتر من ربع الكره الارضيه مدخنين؟ اكيد طبعا النسبه دي بتقول لك ان في اسباب قويه جدا للتدخين. ما هو اكيد يعني مش اكتر من 2 مليار بني ادم هبل. التدخين من بدايه اكتشافه كان بيستخدم كمهدئ وبيقلل التوتر، لان في ماده النيكوتين ودي بيتم استقبالها على المستقبلات عن طريق المخ، فبتحفز افراز المركبات اللي بتساعد على الاسترخاء. فلو في حد متوتر وفي موضوع مهم شغله بيشرب سيجاره فبيرتاح وبيستقنيص ويبدا يفكر كويس ازاي يحل المشكله بتاعته عن طريق ان هو بيولع السيجاره وياخد له نفسين ويقعد يفكر في ملكوت الله. سبب تاني من التدخين هو المتعه اللحظيه، لان برضه النيكوتين اللي في السجاير بيحفز الحلو المتين اللي بيجري وراه كل الناس اللي هو الدوبامين، هرمون السعاده.
فكله عاوز سعاده، صحيح سعاده لحظيه بس احسن من ما فيش. يعني ما المدخنين عارفين ان التدخين ده مضر، بس يا عم دي حاجه الله اعلم بيها، تحصل دلوقتي بعد سنه بعد شهر بعد 2. لكن دلوقتي انا خرمان وعاوز ارتاح، ويا مين يعيش، انا ضامن اعيش لبكره. سبب ثالث هو الخجل الاجتماعي. ازاي يعني؟ اقول لك، في ناس بتكون خجول، فازاي يتغلب على كسوفه ده؟ بانه يمسي على اللي حواليه بسجاره، فبكده يقدر يفتح كلام مع اللي جنبه. سبب رابع ان الطفل بيكون عايز يحس ان هو بقى راجل، بيكون السجاير دي علامه على النضج، فبيبدا يشرب سجاير عشان يحس ان هو بقى راجل وماله هدومه. السبب الاخير بقى وهو اهم سبب في التدخين، اللي بيخلي مش بس عدد قليل جدا من الناس يشربوا سجاير، لا ده بيخلي في كل بيت على الاقل في مدخن، اللي هو الدعاية. الدعاية من بداية ظهور التدخين وهي عاية منظمة جدا جدا، هدفها الأساسي مش الترويج، لا دي يقولك إن التدخين ده حاجة أساسية جدا في حياتك لو عايز تكون ناجح وتكون إنسان كويس. فبنلاقي مثلا لما نحب نخلي المرأة مدخنة بنخليها إيه؟ ده مرأة مستقلة، حاجة جبارة، حاجة جامدة. عندك مثلا ممثلين اللي بيشربوا سجاير بيكونوا دايما في أفلام الجاسوسية وأفلام القوة والأكشن، عشان يقولك بص عايز تكون زي الممثل الجامد ده اشرب سجاير. خلي بالك هو دلوقتي بيلعب على العقل الباطن، مش بيقولها لك بطريقه مباشره، انت من نفسك بتقول عشان خاطر اكون زي الشخص ده لازم اكون بشرب سجاير. المفارقه بقى ان هتلر نفسه كان بيقود حمله ضد السجاير، فالحلفاء بقى استغلوا النقطه ديت وخلوا انك عشان تقاوم النازيه لازم أن تكون بتشرب سجاير. شفت الدعايه بتعمل ايه؟ عاوز اقول لك ان شركات التبغ دفعت مليارات الدولارات للاطباء علشان بس يقللوا من اضرار السجاير، وانه مش مضر بالشكل الكبير ده، وفعلا نجح بنسبه كبيره في الكلام ده. بس الحقيقه ان التدخين مضر جدا بالصحه، ولو عاوز تعرف اكتر ركز معايا في الجزء اللي جاي. انت تعرف ان 7 من كل 10 مصابين بسرطان الرئه بيكونوا مدخنين؟ انت تعرف ان السيجاره اللي بيشربها دي فيها اكتر من 4000 مركب كيميائي، مش تبغ ونيكوتين بس، رغم ان دول لوحدهم نيله برضه، بس المواد الكيميائيه اللي حواليهم دي حاجه زفت واطران. انا مش بشتم، لا بجد السيجاره فيها زفت واطران. اللي بيسفلتوا بيه الشوارع ده غير المبيدات الحشريه وعوادم السيارات. لما بتولع السيجاره بتحرق التبغ ده عن درجه حراره من 600 ل 900 درجه مئويه، ساعتها كل المواد الكيميائيه اللي جواها ديت بتدخل جسمك لانها بتتحول من الحاله الصلبه لحاله الغازيه. طب والفلتر اللي في اخر السيجاره؟ هقول لك هو بيقلل من دخول المواد دي لكن مش بيمنعها نهائي، دوره يكاد يكون مش موجود. التدخين مش بيأثر بس على الرئه، فبيزود من ارتفاع ضغط الدم، وكونه بيدخل في الدم فبيأثر على القلب والرئه والمثانه والمخ والكلى والاعصاب، حدث ولا حرج. وكل ده كوم، واللي بيعمله في الاسنان كوم، والحاجات اللي بيرصفها عليه اللي هي المواد الصلبه القاتله فعلا. عايز اقول لك ان التدخين بيقلل معدل الحملات المنويه، يعني خلي بالك دخلنا في سكه خطر، ده غير خطورته على الحامل اللي ممكن تسبب اجهاض او حتى تشوه اجنه. التدخين طبعا بيأثر على العين وعلى النظر، وكمان بيأثر على زياده فرصه الاصابه بمرض السكر، او لو عندك سكر اصلا بيزود من مضاعفاته. مشكله كبيره برضه للتدخين هو اعراض الانسحاب، ان انت لما تقعد فتره ما تشربش شوف انت جسمك بياكلك ازاي، والصداع اللي بيمسك دماغك. صحيح، وانا ما قلتلكش التدخين ده عامل زي اي ادمان، علشان توصل نفس التاثير بتاع السيجاره الاولانيه لازم كل شويه تزود الجرعه، لان بيحصل لك تعود. والمستقبلات العصبيه اللي بتستقبل النيكوتين ده حساسيتها للنيكوتين بعد فتره بتقل، فتبدا تزود شرب، بدل سيجاره 2، بدل علبه 2، بس عشان تتخلص من اعراض الانسحاب والصداع وتوصل للمستوى اللي كنت بتحس بيه من اول نفس كنت خدته في الاول خالص. طب الفيب ايه رايك فيه؟ الفيب ممكن تكون اقل ضرر من السجاير بنسبه 95%، بس خلي بالك هي برضه مضره، فلو انت مش بتدخن اصلا ما تقولش ان دي حاجه عاديه، برضه هتضرك. الحاجه الكويسه فيها انها ممكن تكون تعود منك عشان خاطر تتخلص من التدخين، ان انت بتحول نفسك من السجاير العاديه للفيب عشان تقلل من الاعراض اللي ممكن تحصل لك. هي باختصار بتكون عباره عن جهاز فيه سائل بيتحرق، السائل ده عباره عن نيكوتين وجليسرين وشويه نكهات، ودي مشكله كبيره لان فيها الاف النكهات معظمها ما عندوش دراسه علميه، فاحنا مش عارفين حرفيا النكهات دي ممكن تعمل ايه، بس الاكيد ان جواها قصدير وده لوحده مصيبه. اخر حاجه بقى اللي هو الايكوس، ده بيكون جواه تبغ بس مش بيتحرق، هو بس بسخنه عند درجه 250 درجه، فعدم حرقه بيخلي المواد الكيميائيه اللي جواه مش بتدخل بالقدر الكافي، لكن برضه هي بتدخل. يعني معنى كده الايكوس مش مضر قوي. طب بص انا هقول لك حاجه، انت تعرف الشركه اللي بتنتج الايكوس دي هي نفسها الشركه اللي بتنتج البخاخات بتاعه الناس اللي عندها التهابات في الجهاز التنفسي، اللي مش عارفه تاخد نفسها. ففهمت ايه بقى؟ عاوز اقول لك ان الهيروين في البدايه كان تم اختراعه علشان خاطر يخلص الناس من ادمان المورفين، لان كان لسه مفيش دراسات قويه عنه، وطبعا دلوقتي مش عايز اقول لك مين الاخطر، الهيروين ولا المورفين. فما تفرحش باي حاجه جديده طالعه، الله اعلم العلم هيقول عنها ايه بعد كده. طب الحمد لله انا بشرب معسل بس، وده مش مضر، ده بيتفلتر في الميه. فعلا هو مش مضر، هو مميت. انت عارف المعسل ده عباره عن ايه؟ من اسمه كده عباره عن عسل مع التبغ وشويه مواد كيميائيه، فلما بيتحرقوا بيعمل احلى شغل. انت تعرف ان القعده واحده من شرب الشيشه بتساوي قد علبه سجاير كامله. الخلطه بتاعت المعسل دي عباره عن ايه؟ عباره عن من 30 ل 70% تبغ، ومن 10 ل 40% عسل،
والباقي جليسرين، يعني بسم الله ما شاء الله خلطه تدخلك القبر مستريح. التدخين بيسبب موت لاكثر من 8 مليون شخص سنويا. خلي بالك من النقطه الجايه ديت، 7 مدخن ايجابي و1 مدخن سلبي. يعني مش بس ضرر على المدخن، ده كمان على اللي حواليه، ومش بس اللي قاعد جنبك وانت بتدخن. انت لو بتدخن في البلكونه مثلا، فالمواد الصلبه الموجوده في السجاير بتترسب على سور البلكونه، فلما ابنك ولا بنتك بيقف في البلكونه بيدخل جواهم الاجسام دي. فانت لو بتدخن انت حرفيا بتقتل ولادك. طب السجاير بقى حلال ولا حرام؟ الحكم الشرعي للتدخين ايه؟ اصل في شيوخ بتقول انه عادي او مكروه، يعني مش بعمل ذنب قوي. بص يا سيدي، اجماع العلماء ان التدخين حرام شرعا، ودار الافتاء المصريه عندها فتوى صريحه جدا بان التدخين حرام شرعا، استنادا على القاعده الشرعيه اللي بتقول لا ضرر ولا ضرار. وانت كمان مش بتاذي نفسك، لا ده انت بتاذي غيرك كمان. وخلي بالك التدخين ده مش ذنب واحد، لا ده كل مره بتولع سيجاره بتاخد ذنب، ومع كل واحد بيتاذى من شربك للسجاير بتاخد ذنب. فالموضوع مش هين. فلو انت مش همك الجنه والاخره اشرب براحتك. ده غير انك بتشرب السجاير قدام الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كل امتي معافى الا المجاهرون، وانت بتجاهر بالمعصيه قدام الناس. ده غير ان الملائكه بتتاذى مما يتاذى منه البشر. فانت بريحه بقك البايظه دي مش بتدخل الملائكه بيتك، والبيت اللي مش بيدخله الملائكه بتدخله الشياطين. فلو تقدر تقف قصاد كل ده فانت حر. طب انا نفسي ابطل تدخين بس مش قادر، كل ما احاول ارجع تاني. بص يا سيدي، انا هحاول اساعدك باذن الله، بس ركز معايا في الخلاصه اللي جايه دي. اول حاجه عشان تبطل تدخين لازم تستعين بالله سبحانه وتعالى. انت مهما كنت بدون ربنا سبحانه وتعالى مش هتقدر تعمل حاجه، هو اللي هيعينك ويساعدك. ادعي ربنا وتوكل على الله وقول يا رب، حتى انك ممكن تتصدق لله بنيه ان ربنا يساعدك وتبطل تدخين، وباذن الله هتقدر. تاني حاجه الاراده، لازم يكون عندك اراده، واراده قويه كمان. ايوه انا عايز ابطل تدخين، انا تعبت ولازم انا ابطل، انا ما ينفعش استنى زي ما انا كده. تالت حاجه التدرج في التبطيل، يعني انت لو بتشرب حتى علبتين في اليوم، قلل كل يومين 3 اسبوع سيجاره في 2 لحد ما تلاقي نفسك في يوم معين بطلت تدخين خالص. ولو ارادتك كويسه قول انا في يوم معين هبطل سجاير خالص، ومره واحده اقطعها. بس خلي بالك ده عايزه اراده من حديد. رابع حاجه، شوف انت عايز تبطل ليه؟ ايه المشكله الكبيره اللي سببتها لك التدخين؟ مرض، ضعف، قله نشاط، قله تركيز، حد قريبك اتاذى، خايف حد يتاذى؟ ركز في الاسباب دي قوي، هتشجعك انك تبطل. خامس حاجه، لازم تقاوم اعراض الانسحاب، لانها هتجيلك، فلازم تكون عارفها كويس ومستعد ليها بحيث لو جات تستحمل وتقاوم. سادس حاجه، اطلب المساعده من دكتور او حد فاهم او حد بطل سجاير قبل كده. واحنا عندنا الحمد لله في عيادات خاصه للتدخين، وبتكون مجانا كمان. تدخل الدكتور وتقول له انا مدخن وساعدني ان انا ابطل تدخين، هيفضل معاك وهيساعدك وهيديك نصايح وجدول زمني تمشي عليه، وكمان ادويه، كل ده بالمجان. والعيادات دي موجوده في كل مستشفيات الصدر في مصر، بسهوله جدا وتقدر توصل لها. سابع حاجه البدايل، انت متعود دايما ان في حاجه في ايدك وفي بقك، اشغلهم دايما بحاجات مفيده زي اللب واللبان، بس طبعا تحت اشراف طبيب، ما احنا مش هنبطل اضرار السجاير باضرار اللبان والسكر. تامن حاجه الرياضه مهمه جدا جدا لتقليل اعراض الانسحاب من السجاير، هتسعى فيها وهتساعدك انك تخلص من الاعراض بسرعه جدا. تاسع حاجه ابعد عن المدخنين مهما كانوا حتى لو صحابك، لان الصاحب ساحب، ودور على اصدقاء كويسين يساعدوك انك تبطل، وبعد ما تبطل يساعدوك انك تفضل مبطل ومش هترجع تاني. وتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجليس الصالح والجليس السوء، واحد زي بايع المسك والتاني زي نافخ الكير. فاختار تقعد جنب مين، وما تقولش مش هتأثر باللي حواليا، لا هتتأثر، انت بني ادم ما انتش منعزل على البيئة اللي حواليك. عاشرا في مادة النيكوتين الطبي، ودي بتساعد على التخلص من التدخين، بس طبعا تحت اشراف طبيب، هو اللي بيحدد لك الجرعة وكمان طريقة الاستخدام. اخر نقطة ودي مهمة جدا جدا، انك وارد تقع في التدخين تاني، وارد تقع، وارد ترجع تدخن تاني. ما تزعلش، ما تيأس، حاول تاني، ولو وقعت حاول تالت، مهما وقعت ارجع كمل تاني. ما يقع الا الشاطر، المهم اوعى تستسلم وتقول خلاص ما انا مش هقدر، لا هتقدر، بس اصبر واتك على نفسك. ولما تقعد فتره طويله جدا مبطل حاول تكافئ نفسك بحاجه كويسه. في النهايه التدخين ظاهره عالميه صعب جدا ان احنا ننهيها، بس كل واحد مسؤول عن نفسه. فانت قدامك طريقين، يا تربح الدنيا والاخره يا تخسر الدنيا والاخره. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا كده خلصت، سلام عليكم.